ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اخواتي فراولاتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كلكم. بارحب بكل اخواتي الموجودين معايا في القناة، بكل أخ وأخت، اسم كلكم على راسي ومنوريني. ومتشكرة جدًا لأي حد بيدعمني بكومنت حلو بلايك، متشكرة جدًا ليكم. يلا بينا بقى النهارده معانا روتين حلو أوي كده، بس عايزة أقول لكم أنا كنت صاحية من النوم اللي هو عايزة أنام تاني، فقعدت جبت النسكافيه ده كده وغليت كمان حليب. آدم كان عايز كوباية حليب، فقال لي: "ماما عايز." فقُلت أعمل نسكافيه بالمرة معاه. اللي هو عشان أصحصح، عشان ورانا شغل جامد جدًا النهارده في المطبخ مع بعض. معانا يوم حلو إن شاء الله تشجيعي، وهاشارك معاكم الغدا بتاعي كمان. المطبخ بقى كان ما أقولكوش على اللي فيه، هاسيبكم تتخضوا. يالّا يا قمر كده لو أول مرّة بتشوفيني ما تنسينيش بقى في لايك حلو منِّك لأختك أم يوسف، وكمان شير وسبسكرايب منِّك يا قمراية كده. ويالّا بينا ندخل على الشغل الجامد. عندي بقى المطبخ زي ما أنتم شايفين كده. الحِلَل دي كانت من بالليل، اللي هو أنا كنت نمت وكان فيها أكل لسه، قُلت حد هياكل أو حاجة، فما كنتش غسلتها ولا حاجة. فصحيت الصبح بقى فضّيت اللي عايز يفضى ولقيته فاضي، بس البوتاجاز يعني كان نضيف كده زي ما أنتم شايفين. هو المطبخ أنا كنت مشطّباه، بس كانت الحُلَل على أيمن صاحبتي الله يمسّيها بالخير، الحِلَل بتاعتي كانت فيها أكل وكده. أنا باخلّص أكل أغسل البوتاجاز وأحط عليه الحلل تاني عادي أدام في أكل كتير، لو أكل شوية بافضّيه في علب التلاجة. فكان في أكل كتير وأنا عارفة إن لسه في ناس هتيجي تاكل يعني، فما فضّيتهاش. فكنت نمت بقى وعشان المدارس وكده، وما كنتش غسلتها بالليل. فهنا إحنا كده كنت أنا صحيت بعد الضهر، كان قدّومي جه بقى من المدرسة، واللهم صل على رسول الله، قال لي: "عايز حليب وكده." عملت نسكافيه عشان أفوّق. الواحد بيصحى كتير، يعني باصحى الساعة 6:00 ألبّس عشان أنزّل المدارس، وارجع تاني أنام أصحّي يوسف، عندي يوسف ثانوية عامة، أرجع أنام وأصحّيه الساعة 09:00، 10:00. عندي يوسف ده لو قال لِك صحّيني 10:00 أقوم قبليها بساعة، اللي هو عشان أعرف أصحّيه، لإني بافضل يا يوسف حاضر يا ماما قُمت، اللي هو أروح أنام عينيّا تروح في النوم قلقانة، عارفة إن هو خُم نومه مش هيقوم، فاللي هو أقوم تاني وأروح يا يوسف أفضل ساعة على كده رايحة جاية. فالله المستعان ربنا يوفق كل ولادنا كلّهم. فلمّيت بقى المواعين كلّها كده، مسحت الرخامة، البوتاجاز كان نضيف. تعالوا بقى هاقول لكم على حاجة مهمة جدًا. الأول كده ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين كلّهم، ويصبّر أي حد فقد عزيز عليه. تعالوا أقول لكم على سِت أختي في الله يعني، سِت زيها ربنا يصبّر قلبها، فقدت بنتينها الاتنين بسبب إيه؟ تعالوا أقول لكم حاجة كتير كلّنا بنعملها، وما حدش فينا بياخد باله منها. فأنا حبيت أقول لكم النهارده الحكاية أو القصة بتاعتها علشان ممكن حد ياخد عظة منها يخلي باله. أنا كأم يوسف كنت باعمل زيها كده الأول، وكتير مننا كده. هاقول لكم إيه اللي حصل. كان عندها بنتين الله يرحمهم، الله يرحمهم ويصبر قلبها وقلب أبوهم يا رب. بنتين صغيرين، واحدة في حضانة وواحدة في مدرسة، يعني بينهم وبين بعض تقريبًا سنة. فحبيبتي كانت بتقول هُم كانوا بيعيوا مع بعض ويخفوا مع بعض ويصحوا مع بعض ويناموا مع بعض، والله يرحمهم يا رب، ربنا توفاهم مع بعض الاتنين برضه في يوم واحد وفي ساعة واحدة. بناتها كانت عندها برد عادي خالص، زينا زي أي حد في اليومين دول كده، ده موسم البرد أي حد عنده ولاد عندها برد من الصحيان بدري، بينزلوا المدارس بدري. أنا نفسي ولادي عندهم برد ال3. والله العظيم في أيام باقعّدهم لمّا بالاقيهم بيكحّوا جامد كده باقول لأ، خلّيهم أحسن ما بيصحوا بدري. المدرسة عندهم 6:30 لإن هي فترتين، فبيصحوا من بدري بيبقى الجو اللي هو ساقعة مكان الدفا والشقة. المهم عشان ما أروحش بعيد منكم، بنتينها كان عندهم برد، أخدتهم راحت كشفت بيهم عادي زيها زي أي أم بتكشف على ولادها عند الدكتور. كتير مننا لمّا ولاده بيبقى عندهم كُحّة، الدكتور بيدّيهم حُقَن ومش بياخدوها على يوم واحد، لأ بياخدوا الحُقَن دي على يومين. يعني بتبقى تركيبة حُقَن كده كل يوم مثلًا بياخدوا 3 سنتي أو 4 سنتي، على حسب الدكتور ما بيحدد، بيبقى في antibiotic.
فاللهم صل على رسول الله، راحت للدكتور طلع لها الحقن، طلعت تدور على الحقن عطتها لهم أول يوم. جت تاني يوم في ميعاد ما هتدي بناتها الحقن، راحت الصيدلية وكده علشان تدور على الحقن تاني، ما لقيتهاش. الصيدلية اللي جنب بيتها ما لقيتش فيها الحقن، راحت صيدلية تانية، المهم لفت كتير ما لقيتش. فلما راحت الصيدلية الأولانية ديت، البنت اللي واقفة في الصيدلية قالت لها أنا عندي البديل للحقن دي. فالأم برضو اللي هي خافت شوية قالت لها لأ، أنا هدور في الصيدليات اللي جنبك يعني الموجودة في المنطقة، ولو ما لقيتش هرجع لك تاني. فراحت الأم تدور ما لقيتش، اتصلت بزوجها يعني وقالت له وانت جاي شغله بعيد في منطقة غير المنطقة بتاعتها، قالت له على اسم الحقن وقالت له وانت جاي هاتها معاك، كان يعني على وصول او خلص شغله ايه وجاي هيروح. فقالت له هات الحقن ديت معاك دور عليها وكده، فما لقاش هو كمان زوجها، فقام جاي لها ايه على طول. راحت الصيدلية، البنت اللي في الصيدلية آه، عطتهم البديل، وعطتهم بديل غلط، ما عطتهمش الحقن اصلا. يعني بنتها كانت واخده، قالت لها انا عندي نوع الحقنه دي والحقنه التانية، لا الحقنتين مختلفين. يعني كل بنت فيهم الدكتور مطلعه لها انتبيوتك مضاد حيوي مختلفه عن التانية. فقالت لها عادي انت لو اديتيها ده زي ده، وقعدت تقنعها. قالت لها الاتنين مفعولهم واحد، اللي مكتوب لبنتك دي واللي مكتوب لبنتك دي هو نفس الانتبيوتك بتاعها اللي هو المضاد الحيوي. قالت لها هما الاتنين واحد، وحاولت تقنعها وقالت لها اسم الشركة واحدة والمفعول واحد. فالمهم أقنعت الأم إن هي هتدي بناتها الاتنين نفس الحقنة. فالأم قالت لها ماشي موافقة ومفيش مشكلة خلاص أدام مش لاقية. لفت كتير كتير يعني وما لقيتش الحقنة، فمضطرة فوافقت إن هي تديهم إيه البديل زي التانية ما قالت لها. فجت الأم قالت أول ما يعني قالت لها كده، هي اقتنعت خلاص. قالت لها خلاص اديهم ايه هما الاتنين نفس الحقنة. هي عندها بنتين، فيهم واحدة ركزوا معايا وفيهم واحدة ليها حقنة معينة، فهي قالت لها ندي يعني قالت لها ادي لأختها كمان للبنت التانية نفس الحقنة دي. الأم وافقت. البنت بتاعت الصيدلية عطت البنتين الحقن، مامتهم بتقول في لمح البصر يا دوب البنات دخلوا ورا الستارة في ثانية طلعوا. اللي هي البنت من أول ما طلعت قالت لها ماما ممكن أقول لك حاجة؟ قالت لها قولي حبيبتي. قالت لها عندي تنميل في دماغي ورا هنا، بنت من البنتين الكبيرة اللي هي أكبر من أختها بسنة. قالت لها عندي تنميل في دماغي ورا هنا وأنا ممكن أرجع يا ماما؟ قالت لها رجعي يا حبيبتي. فمامتها بتقول عشان في الصيدلية وكده مش هينفع ترجع. قالت لها لا رجعي يا حبيبتي. تقول البنت مسكت دماغها من ورا من التنميل، من البنت مسكت دماغها من التنميل وقعدت ترجع وبدأت تزرق معاها البنت التانية في نفس اللحظة. تقول بقت البنت كلها جسمها منمل وبتتصرخ وتتنطط قدام مامتها. كان باباهم بقى وصل لها للصيدلية. جه الصيدلي اللي واقف مع البنت اللي في الصيدلية اللي عطت البنات الحقنة، قال لها انت ما عملتلهمش اختبار حساسية؟ انت ما عملتلهمش اختبار حساسية؟ ردت البنت قالت له لا. طب انت شفتها بتقول لها وقالت لك لا؟ اديهم حقنة انقذهم. هم خدوا حاجة ضد الحساسية، ادت الاتنين حقنة غلط، ما اديتهمش اصلا الحقنة اللي الدكتور كاتبها. يعني الحقنة اللي الدكتور كاتبها للبنت وقالت لها اديها لبنتك التانية ما اديتهالهمش، دي اديتهم حاجة تانية خالص غلط للبنتين. البنتين عندهم حساسية منها. يبقى سابها ومشي، سابها. الست بقى اتوهمت لما لقت بناتها كده وجوزها جه. لما جوزها جه يقول لها مالهم وكده، يعني قالت له ده هم البنات مش اكلين ومامتهم بس اللي مخضوضه مش اكلين، حقنه تقيله عليهم. قالوا لك ازاي هما مش اكلين ومرجعين الاكل قدامك اهو في الصيدليه. فالاب والام بقى اتوهموا، خدوا بناتهم وطلعوا يجروا بيهم على صيدليه تانية. هم عايزين يا حبايبي يلحقوهم اي حاجه، الواحد ما بيبقاش شايف اي حاجه تنقذه. فراحوا لصيدليه تانية جنبهم. بتاع الصيدليه قال لهم لا خدوهم واطلعوا على المستشفى. هما ما حكوش لبتاع الصيدليه وعندهم ايه. هما برضو كان المفروض قالوا له واخدين حقن ضد حساسيه او حاجه. قالك حقنه اللي هي ضد الحساسيه ديت، يعني لو اديتي حد حقنه ضد الحساسيه ما بتضرهوش في حاجة، يعني لو مش هتنفعه وما بتضرهوش، ملهاش أي ضرر. المهم يعني هُم ما كانوا اللي فيهم مكفّيهم وما كانوش يعني في وعيهم وعايزين ينقذوا بناتهم وخلاص. فالدكتور بتاع الصيدلية قال لهم خدوهم واطلعوا اجروا بيهم على المستشفى. يبقى أخدوا البنات وطلعوا على المستشفى. فضلوا بقى في العناية، فيهم واحدة كانت فايقة عن التانية.
وواحدة حط لها خراطيم ومحاليل وبتاع في أوضة في العناية. فالدكتور شخط في الأم قال لها اطلعي بره، بره العناية يعني وكده وسيبيها. فالبنت يا حبيبتي ماسكة في صبع مامتها وتقول لها لا ما تسيبينيش. فأختها اللي فيا قالت لها خلاص يا ماما اطلعي وأنا هخلي بالي منها. طلعت الأم. بعد شوية طلعت البنت يقولك على طرول مطلعينها فوق في مكان تاني فوق يعني في المستشفى. فبس الأم بتقول البنت طالعة نايمة على الطرول. يا حبيبتي شكلها كانت توفت بس هما ما قالولهاش. بعد شوية طلع الدكتور قال له البقاء لله. قال له في إيمان دي اللي كانت حالة خطر، قال له في الاتنين. يعني يا قلبي عليها يا قلبي عليها لما طلع كده وقال لهم الاتنين. البنت بتاعت الصيدلية دي عايزة تتعاقب، لأن لو ما اتعاقبتش هتعمل في غيرهم وغيرهم وغيرهم كده. تاني حاجة لما تروحي الصيدلية تدي ابنك حقنة أو بنتك اسألي اللي هيديها لها دكتور ولا لأ. اتأكدي إن الحقنة ديت اللي مطلعها دكتور ولا لأ، يعني اللي في الصيدلية هيديها لها ديت دكتور ولا لأ، قرأ اسمها صح ولا لأ. كتير مننا بيروح الصيدليات واخدينها كده شغل الصيدليات دي البنات تروح تشتغل فيها والشباب كده واخدينها اللي هي سبوبة أو شغالين وخلاص بتعرف تقرا بتطلع حقن بتضرب حقن بتدي حقن وخلاص. البنتين توفوا بسبب خطأ من واحدة واقفة جهلة ما بتفهمش حاجة، اديتهم حقن غلط موتت البنتين. الله يصبر أمها والله يصبر أبوها ويرحمهم كده ويعوض عليهم يا رب العالمين. كلنا لازم نخلي بالنا من النقطة ديت ان انتي لما تروحي الصيدلية تدي حقنة مش اي حد يدي ولادك. وربنا يرحمهم يا رب ويسترها علينا وعلى ولادنا يا رب. كلنا ندعي لهم بالرحمة كده بظهر الغيب ويصبر مامتهم يا رب العالمين. كده بقى ايه كنت خلصت المواعين زي ما شفتوا كده وشطبت المطبخ. كنت جايبه بقى قالب الزبده دوت كده هعمل غدا معاكم. هنعمل مع بعض بقى ايه سمك كده تحفه. تتبيله حلوه قوي هتعجبكم. كان ابو يوسف بالليل جاب لي قالب الزبده ده كده. فبحب اقطعه كده اللي هو مكعبات في البلاستيكه في العلبه ديت كده وبحطها في التلاجة. اللي هو تطلعي المكعب على طول بقى عشان ما تفضلش معاكي في الورقه وتتبهدل في الكيس وكده. حطها في علبه كبيره كده عشان موصيه على زبده تانية هتجيلي وهقطعها معاها في العلبه. وده احطها برضو ايه كده إيه في الفريزر. ديت زبدة فرن ابو يوسف جايبها بحاجة و50 تقريبا. هنعمل مع بعض ان شاء الله في ترند طالع على اليوتيوب كده اللي هو الزبدة بكوباية حليب وكوباية زيت ان شاء الله هعمله معاكم. لاني لازم اجربه عندي فضول اجربه. هدخلها بقى ايه التلاجة خلاص كده بعد ما قطعتها. بتبقى ماسكة نفسها كده وانت شغالة بيها وما بتبهدلش الدنيا. دخلتها التلاجة بقى وكنت جايبة سمك بولتي بقى غسلاه ومنضفاه حلو قوي. طلعت التوم اللي احنا مفرزينه ده بصوا لسه بلونه وده اخر كيس عندي. لسه بلونه كأنك فرماه دلوقتي. حطيت عليه كده نص معلقة شطة، معلقة كبيرة كمون ملح. خدي بقى التكة دي من ام يوسف نص معلقة من الحبهان المطحون. حبهان المطحون بيوديلك السمك في حتة تانية خالص. بيدي السمك المقلي طعم رهيب. رهيب رهيب مين لا اله الا الله. طعم رهيب هو والزعتر. بس انا ما كانش عندي زعتر ما حطيتش حطيت حبهان وكمون وشطة وملح. على قد كمية السمك بتاعتك حطي. وسمك يعني ليمون وكمون كتري بقى الليمون معاكي كده على قد ما تقولي قولي. انا غسله السمك وحاطه عليه ليمونتين 3 عصراهم كده ومش هغسله تاني خلاص انا غسلته. انا عايزاه كده يبقى بطعم الليمون اللي فيه. هملح بقى السمك كده ايه جوه وبره. هتشمي وتدوقي احلى سمك انتي جربتيه في حياتك. وكمان لو حابه تضيفي عليه شويه كده من السبع بهارات اللي هي بتاعه اللحمه ضيفي بتبقى تحفه برضو على السمك. بس انا استكفيت يعني ايه بدول كده النهارده. هملحه كله كده بحب املح السمك واركنه شويه يشرب من التتبيله يعني ويبقى طعمه حلو عشان السمك الكبير دوت بيبقى لحمه كتير كده بيحب يشرب في التتبيله شويه. انا كنت طبعا قطع ظهر السمكه من ورا كده من بره عشان ده سمك كبير يستوي معايا. جبت الكوبايه دي كبيره كده على معلقتين نشا رشه ملح رشه كمون رشه شطه. وهقلب الكلام ده مع بعضه والنشا هنا مش هتخلي السمك ابدا يشرب زيت معاكي. تعالوا بقى نعفر السمك ده كده بالدقيق. بحب اعفر السمك كله كده بالدقيق الاول علشان لما اجي اقليه ما يحرقش الزيت معايا. بيكون اللي هو الدقيق رطب من السمك شويه كده ويكون شرب الدقيق معايا.
ما يحرقش الزيت معاكي من اول سمكتين كده تبداي تقليهم. عايزه اقول لكم السمك اللي بيبقى كبير قوي قوي ده يعني مش اللي هو يعني لما تبقى الحاجه وسط كده بتبقى حلوه في الاكل وفي الطعم. خير الامور الوسط. هو كان طعمه جميل بس انا برضو بفضل السمكه اللي بتبقى اصغر من دي شويه. ببعت اجيب سمك كده اللي هو لكل واحد سمكه، لان ولادي مش بياكلوا السمك قد كده، ده عشان ياكلوه حاطين شروطهم. عشان يرضوا ياكلوا، انا بحبه والله، بس كل فين وفين لما تلاقيني جبته عملته واروح اكله عند مامتي، ربنا يخليها لي يا رب. خلاص بقى كده السمك حطيت بقى زيت كده وحطيت ايه الليمون اللي انا كنت عصراه ده، خليش ريحه زفره كده وانتي بتقلي، وبيخلي السمك طعمه حلو كمان، بيطلع ريحه حلوه كده مع القلي. علشان بقى يرضوا ياكلوا السمك اعملي يا ماما رز مسلوق، رز ابيض كده، ده الرز اللي هو المصري بتاعنا العادي. 4 كوبايات رز على 4 كوبايات ميه على شويه زيت على شويه ملح، شويه زيت قد ايه كده يعني اقل من ربع كوبايه، وعليهم معلقه ملح صغيره مليانه كده او الملح حسب الرغبه. تسيبيه يغلي على النار، واول ما يغلي بتهدي عليه النار وتسيبيه يتلدن كده لما يستوي. وانا واقفه كده بقى قلت ايه هعمل شويه السلطه. رحت ادور في التلاجة بتاعتي، لقيت شطه خضراء قلت ماشي حلوه. ولقيت اللهم صل على النبي طماطم، ولقيت خيار، عندك جرجير قطعي على السلطه، عندك بصل اخضر قطعي على السلطه. كتري من طبق السلطه ده يعني بصي، بيبقى حلو قوي قوي في الاكلات، احنا كاحنا بناكله مع السمك والبانيه والمكرونه. انا بحب قوي بحترم قوي الناس اللي بتعمل سلطه في كل اكل، بجد والله العظيم يعني برافو عليهم. اللي هو طبق السلطه على كل اكل، على غدا على فطار، اللي هو موجود. ده بصل بقى يعني مضاد حيوي كده خام. بصلايه صغيره كده بتودي السلطه برضو في حته تانية خالص، بتخلي السلطه طعمها حلو قوي قوي معاكي. ويا سلام بقى لو بصلايه مقتوله. هبقى اقتل معاكم بصله السنه الجايه مين الفيديو اللي جاي. طماطم ناشفه بقى كده واديها سلطه. هي كده بقت سلطة حمرا مش سلطة خضرا. لأن الطماطم أكتر من الخضار، بس مش مهم، هما ولادي بيحبوها كده، فبضطر أعمل اللي هما بيحبوه. عندك بقى عود كزبرة، عود خضرة، أي حاجة. أنا دورت على اللي في التلاجة لقيت شطة، فلفل أخضر اللي هي شطة خضرا، طماطم، خيار، فجبت الموجود وهشتغل بيه. لما يبقى عليها كزبرة خضرا بتبقى تحفة، بتبقى سلطة حلوة أوي أوي. بصوا السمك أول ما باحطه على النار باسيبه على نار عالية يعني اللي هو دقيقتين كده شمال ويمين، بعد كده باهدّي النار علشان السمك الكبير بياخد تسوية كتير، عشان لما تيجي تاكليه تلاقيه طعمه حلو أول حاجة، تاني حاجة ما تلاقيش فيه دم، تلاقيه مستوي، ما تلاقيش جواه ني. تبلت السلطة بتاعتي حطيت شوية فلفل أسود، شوية كمون، شوية شطة، شوية ملح، وعليها بقى عصرة ليمونة كده وبس كده، بيكون طعمها حلو جدًا. السمك على النار والرز على النار والأمن مستتب. بصوا بتخلي السمك على نار هادية زي ما قلت لك كده يستوي معاكي وياخد راحته كده. الرز بدأ يغلي بقى، قمت جايه بقى إيه اللي هو مقلباه بقى كده اول ما تلاقيه يغلي معاكي، علشان ما يلزقش منك في أرضية الحلة وتاخد منك رز كتير اللي هو ترميه وانتي بتغسلي المواعين او حاجة. موضوع سهل وبسيط، انا بحب السمك جدا جدا، بس ولادي بيعذبوني بيعذبوني لما ياكلوه بجد. كده كنت خلصت بقى كل حاجة يا احلى اخوات في الدنيا كلها. حضرت السمك، حضرت السلطة، والسمك ولقيته بصوا حط ريحته كانت الطبيعي حلوة كله قوي جوه قوي عشان مش ويفتح عايزه النفس. افرمه معاه. ممكن تعملي بقى معاه رز صيادية بيبقى تحفة معاه، بس ولادي حارميني منه، ساعات بغصب عليهم برضو بعمله. مرة عليا ومرة عليهم. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة حبايب قلبي، ربنا يحفظكم ويحفظ لكم أولادكم ويحفظ لكم كل حبايبكم يا رب، ما تشوفوش حاجة وحشة أبدا فيهم، كل سنة وأنتم طيبين. ومع السلامة يا أحلى أخوات في الكون. ده كان الفيديو بتاعي، لو عجبكم النهاردة أتمنى تدعموا أختكم أم يوسف كده بلايك حلو منكم، وشير وسبسكرايب لمطبخ لوجي ومامتها. بحفظ الله وأمنه يا أحلى أخوات في الدنيا كلها، وأشوفكم على خير وبخير الفيديو اللي جاي إن شاء الله. باي باي.